السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ أنا طالع النهاردة علشان خاطر هتكلم مع الناس اللي ما بتزهقش وما بتتعبش وما بتتعلمش من موضوع المنصات اللي بتنصب على الناس. يعني الفترة دي برضو ظهرت منصات جديدة نصبت على الناس بنفس الشكل بتاع الرمال البيضاء. يعني احنا قلنا الناس هتتعلم من الموضوع اللي حصل، ان دي كانت اكبر عملية نصب حصلت في مصر. طيب ايه اللي حصل؟ ان نفس الموضوع اتكرر مرة واثنين وثلاثة، واكتر من منصة عملت الموضوع ده وبدأت اللي هي تنصب، من ضمنهم واشهرهم دلوقتي اللي يعتبر موازية لمنصة الرمال البيضاء، منصة شيرد. برضو نفس الموضوع، دخلت للناس وعملوا لهم منصة الناس دي تشترك، وبعد ما يشتركوا يبدأوا يعملوا لايكات للفيسبوك أو اليوتيوب لبعض قنوات الناس، ومقابل ده يبدأوا ياخدوا فلوس مقابل اللايكات دي مع الاشتراك الشهري اللي هم بيدفعوه. وطبعا الناس للأسف استجابت للموضوع ده، وملايين اشتركوا وملايين اتنصب عليهم بنفس الموضوع بنفس الشكل. طيب ادام الناس ما بتتعلمش انا طالع عشان ناس كتير كلموني هنعمل ايه او نتصرف ازاي. طب يا جماعه، اي عمليه نصب زي كده، اي عمليه نصب الروتين بتاعها واحد في الاجراءات بتاعتها. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه هنتوجه لمباحث الانترنت، هنعمل محضر بالواقع، مش واحد ولا اتنين، لازم يكون في عدد اللي يعمل المحاضر دي علشان خاطر قضية النصب تكتمل. يعني من واحد او اتنين مش هتكتمل. طيب هنروح مباحث الانترنت، هنعمل محضر، هندور اول حاجة على المدير الاقليمي للمنصة. اي منصة تمام بيكون ليها مدير اقليمي موجود. ده بيكون كبش الفدا. تمام، انا بقى عارف ان ده بيكون كبش الفدا، بس هو اللي بيحط نفسه ده وعارف. واكتر شخص بيكون كسب من ورا الناس وبيبقى كسبان الوفات وملايين، يبقى كسبان مبالغ ضخمه جدا. طيب هنوصل للمدير الاقليمي، هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقبض عليه، نسلمه للاسم ونبدا نعمل فيه محاضر. مع المحاضر اللي احنا بنعملها في المدير الاقليمي، هنعمل محاضر في مباحث الاموال العامه، وهنعمل مذكره ونقدمها للنائب العام. بعد كده هنشوف الوكلاء او المشرفين ايا يكن اساميهم، اللي هو بيبقى كل شخص مسؤول عن مجموعه معينه. الشخص ده برضو بيبقى كسبان من وراء المجموعه دي. طيب بيبقى في حل من الاتنين. الحل الاولاني ان هو اي مكسب كسبه من وراء الناس يبدا يوزع الربح بتاعه على اجزاء، كل واحد على حسب الضرر بتاعه بالنسبه للفريق اللي تحتيه. والله المشرف او الوكيل او ايا يكن اسمه، لو عمل الموضوع ده هيكون شخص حسن النية، واكيد طبعا محدش هيفكر ان هو يعمل فيه محضر. لكن لو هرب بالفلوس، مرضيش يرد على الناس، بيقول لهم انا ماليش علاقة بموضوع زي ده، وخد المكاسب اللي هو خدها وهرب، لا، يبقى في الوقت ده يتعمل فيه محضر زيه زي المدير الاقليمي. طيب ليه بنقول المدير الاقليمي يتعمل فيه المحضر؟ لان هو اكتر شخص بيبقى عارف ان الموضوع مسألة وقت ويبقى نصبايا. ده المدير الاقليمي بيبقى اكتر شخص بيتعامل مع اصحاب المنصه، ايا يكن بقى مصريين او اجانب جوه مصر بره مصر. اكتر شخص بيتعامل معاهم، وهو بيبقى فيه تعامل مباشر ما بينه وما بين اصحاب المنصات. فلازم يتعمل فيه محاضر ولازم يتقبض عليه، علشان خاطر هو بيبقى عارف ان الموضوع ده ليه نهايه ومساله وقت، بس هو بيحب ان هو يكسب مبالغ ضخمه من ورا الناس دي وخلاص. بعد ما هنعمل المحاضر ويبقى محاضر كتير، يعني منصة شيرد فيها أكتر من 5 مليون واحد منصوب عليهم، عدد كبير جدا في مبالغ ضخمة جدا من مصر ومن بره مصر. منصة الرمال البيضاء كانت مقتصرة على مصر شوية، لكن شيرد واخدة من مصر وأغلبية الدول العربية برضه. مفيش دول أوروبية بتبقى مشتركة معاهم، بيبقى مصر ودول عربية. تمام، فنبدأ نعمل محاضر، هنبدأ نتابع في النيابة. بعد ما نعمل المحضر لازم نروح النيابة عشان ندلب أقوالنا.
بعد ما نحضر تحقيقات النيابة، هيبقى في بعد كده حاجة اسمها تجديد حبس للمتهم. لازم نحضر الجلسات ولازم العدد يبقى موجود عشان خاطر القضية تدخل في حيز الاهتمام، لحد ما الشخص ده حاجة من الاتنين: يا إما يفرج على الفلوس اللي معاه، يا إما بيعترف على أصحاب المنصة وبيوصل الدولة بيهم عشان خاطر يتقبض عليهم ويتحرز المبالغ اللي موجودة معاهم. يبقى زي ما قلنا، اول حاجه نتوجه ليها مباحث الانترنت. تاني حاجه هندور على المدير الاقليمي ونحاول ان احنا نقبض عليه. تالت حاجه هنتوجه لمباحث الاموال العامه نعمل محاضر. بعد كده مذكره للنائب العام مع حضور التحقيقات اللي بتحصل، كل واحد بيعمل محضره بيحضر تحقيقاته مع حضور الجلسات بتاع تجديد الحبس لحد ما نشوف الموضوع هيوصل لفين. حبيت اعمل لكم فيديو سريع النهارده علشان خاطر الموضوع بدأ ينتشر تاني، والناس بدأت تكلمني على نفس الموضوع علشان يبقى فيه وعي عند الناس. وارجو من الناس محدش يجري ورا منصات زي كده، لان يا جماعه بتبقى نصب. هو الموضوع بيبقى مسألة وقت، بيشتغلوا شهر او شهرين، يعملوا دايرة معارف بينهم وبين الناس، يعملوا شبكة، ده يجيب ده وده يجيب ده، وكل واحد بيكسب من ورا التاني، وفي الاخر هما بيكسبوا من فلوس بعض. اكتر ناس بتتظلم اخر ناس بتشترك، دول اكتر ناس بتتظلم. الناس اللي في الاول بتكسب ومحدش يفرح بالمكسب ده يا جماعه، لان اللي احنا اكتشفناه بعد كده مع الناس ان المكسب ده بيكون متاخد من فلوس الناس اللي مشتركه جديد، فانتوا بتاخدوا فلوسكم من بعض، فده يعتبر حرام، ما فيهوش مكسب، ما فيهوش ربح حلال ولا مكسب حلال. فارجو الناس ما ترجعش او الناس ما تدورش على منصات تانية، منصات بديله، علشان خاطر تجري ورا ثراء سريع، بس بيكون وهم وحرام في نفس الوقت. شكرا لكم، شرفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.